بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح السعادة على عيونكم. توحشوني جدا من الفيديو للفيديو. عايزة أقول لكم النهاردة بقى، بصوا يعني اليوم المنتظر ده عندنا عيد. وعندي سيلة كانت بتحلم باليوم ده يعني من اسبوعين كده، وانا اقول لها ايه، لا لا استني شويه استني شويه، كانت خلاص هتتجن على الاكله دي. يعني من قبل ما ملحه وهي هتتجن عليه، وكانت عايزه تاكله ني. يوميها تقول لي انا عايزه اكل السمك الني يا ماما اللي انت عملتيه النهارده. وانا عماله اقول لها كنت يوميها عاملين سمك بولت، اقول لها ازاي هتاكليه ني؟ ازاي؟ اتاريها هي قصدها على البرطمان. بصوا النهارده الجو جميل جدا كده، تحسوا ان كان في ترابه صفرة كده زي ريح الخماسين، وجو سخن الجو سخن. على فكره احنا في طوبه، يعني في اول طوبه، يعني ورتنا ايام جميله قوي، واخرها بصراحه طلعت عينينا. بص الزرعه بتاعتي باظت اهي. دي انا قمت من النوم لقيتها كده الصاج بتاعها مميل على جنبه، يعني عرفت ان هي انتهت. كان نفسي تطلع بطاطسايه جميله كده، لقيتها مكسوره، فعرفت ان هي مش هتكمل بقى خلاص، يعني استعوضت ربنا فيها. ان شاء الله هبقى، بس مش هينفع ازرع بطاطس دلوقتي خالص، مش هتنفع. لما يبقى يجي اوان الزرع بتاع البطاطس هبقى ازرع معاكم واحده. فخلينا النهارده بقى في المهم. تعالوا نشوفوا غدانا ايه النهارده. طبعا الاكله دي مفيش حد ما بيحبهاش خالص، وكلنا بنموتوا فيها، وبالذات انا بحب بصراحه الحاجات اللي زي كده باكلها في الصيف. يعني في الشتاء بتبقى تقيله شويه، يعني بنقبلوا عليها في الصيف اكتر من الشتاء. والكياس دي بصوا انا بشاور لكم عليها، يعني في يوم من الايام هفضيها معاكم. وفوقيها رفوف كده فيها حاجات غريبه برضو مش عارفه فيها ايه، كل ده هفضيه معاكم ان شاء الله في يوم. بس يكون يوم كده ما وريش في حاجة. هنا كنا في غسيل وكانت الدنيا زيطة خالص. ومنى كانت معانا هنا، هو كانت منورانا في الفيديو، اكلت من السردين، كانت هتبيض عليها هي كمان. فكله كان مستني. هم بصوا يعني مش كتير، انا عماله بشمر بقى عشان العباية دي انا بحبش البسها بكمامها، دي بيبقى كلها في الحوض بتتبل، بتضايقني جدا. فشمرتها عشان نشوفوا جرى ايه للسردين. كلنا كنا مشتاقين بصراحة جدا، احنا بنحبوا السردين وبنحبوا اي حاجة مملحة. فده بصوا السردين دوت كان نيلي، فكان عامل زي الزبدة بصراحة. بصوا جماله كان، وكانت ريحته رهيبة. هو بص المفروض كان يبقى البرطمان مليان على اخره، بس انا يوميا عشان اخدت منه اليه ساعة لما عملت السمك البولتشي، ف يعني اخدت منه كام واحدة قليته، فالبرطمان ما اتملاش على اخره، عشان طبعا ما يدخلهوش هوا. رحت كورت اكياس كده في قلب بعضيها، ورحت بعد ما حطيت له الملح بتاعه والزيت والكركم والحاجات دي كلها والبابريكا، رحت ضغطاه ضغطة حلوة بعد ما حطيت زيت كده فوق الوش، وضغطته بالكياس دي عشان بس اللي فوق الوش ده لو ما طلهوش المية بتاعت التمليح طبعا هيبوظ. فاهم حاجه طبعا ان انتي تكوني ضغطاه حلو قوي، وتكون الميه بتاعت التمليح مغطياه، اللي فوق الوش ده اللي مش هيطول الميه هيبوظ. فهنا بقى بصوا، انا معلش انا بحب اشطف اي حاجه مملحه، سواء فسيخ ولا سردين. يعني بصوا ده انا اللي مملحاه ونجيف وزي الفل، بس ما بحبش، يعني ما بنحبوش ناكلوه بميه التمليح بتاعته. وافضل اشطف فيه كده لحد ما يبقى ما فيهوش يعني ملح خالص. طبعا انت اوريدي عشان ما يبص منك، فمكترين له الملح بتاعه في التمليح، عشان دي الملح طبعا مادة حافظة للحاجات اللي زي كده. فمش يعني ما تخافيش، مش هيبقى باسل ولا طعمه هيروح، ده بالعكس كان جميل جدا. والملح الميه اللي بالملح الزياده دي كلها بتنزل في ميه الشطيف. طبعا في ناس ياما بتحب تاكله كده من البرطمان على طول كده، يعصروا ليمون وزيت ويدوها. يعني الاكل اذواق، كل واحد يبقى يعني بيعمل اللي هو عايزه. كل دار وليها مدار على رأي والدتي، الله يديها الصحة يا رب. وهنا بص انا بحب اشيل الدماغ بتاعته والمصارين بتاعته، وافتحه كده وناكله على طول. فعشان طبعا بيبقى المصارين والراس والحاجات دي بتبقى شاربة ملح، وبتبقى حادقة جدا جدا ملهاش لازمة. ف
شلت المصارين بتاعته وفتحته كله، بس هنا منى ما عجبهاش، لا قالت لي لا انا هجرمه، يعني هتشيل السلسله الظهر بتاع اهلا السردينه وسهلا. وعايزاه كده. قالت لي ناخده الحته ازيك يا نغمسوه على كارما؟ طول، ما عامله نقعدوش ايه؟ نفصفصه وأنا قلت لها اعملي اللي انت عايزه تعمليه بقى، انت حره. مفيش حاجه، قالت لي انا خدت انا ملحته لكم وانتوا حرين فيه. هنا اولاد الجيران هايصين مع العيال عندي وعمالين يلعبوا، وبيبقى يوم عندهم فرح بقى لما كارما ودودو بيطلعوا يلعبوا معاهم، بيفضلوا طول النهار هيجان، والجيران اللي تحتنا طبعا بيشتكوا من الدبدبه والجري، بيفضلوا يجروا في الشقه وبيعملوا عمايلهم. بصوا قلبه كان زبده، بصوا لونه كان عامل ازاي. طبعا اهم حاجه في تمليح حاجات زي كده، المهم لازم يكون طازه، لو حاجه مش طازه يعني اعرفي ان هي مش هتطلع ناجحه معاكي. طبعا انا ده ملحته معاكم، اللي عايز يعني عايز الفيديو بتاع التمليح هسيبهولكوا في صندوق الوصف. لو وصلتوا معايا لحد هنا في الفيديو، يا ريت ما تنسونيش باللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. يعني يا ريت بس ما تنسوش اللايك، انتوا يعني كتير منكم بيتفرج مش بيحط اللايك، واللايكات طبعا هي دي اللي بترفع الفيديو. فيا ريت ارجوكم قبل ما تبداوا يعني ابداوا في الفيديو شويه كده دقيقتين ولا حاجه وحطوا اللايك، مع ان انا بلاقي متوسط مدة المشاهدة هو اساسا دقيقتين وبيقلبوا الفيديو. يعني يا ريت تخليكم معايا شوية، اللي فتح الفيديو خليكم معايا شوية بس عشان القناة تترفع شوية، المشاهدات قلت خالص فيها. ف يعني الحمد لله، ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. بس كنت خلصته بقى كله هنا. بصوا انا هنا لسه بينزل ميه بملح. طبعا احنا مش هناكله كل دوت في ساعته، يعني انا الكيلو عملته كله الا كام واحده كده يوميها اخدتهم قليتهم مع السمك البلطي. كان شكله مغري بصراحه، كان لسه طازه كده وبيبرد، فايه يعني طلبوا مني ان انا يدوقوه بس كام واحده كده اقليهم على السمك البلطي، فده كان كيلو الا. فطبعا احنا مش هناكلهم برضو كلهم مع بعض، فاللي هيتفضل ان شاء الله طبعا هصفيه من الليمون والخل والبصل والخلطة الجميلة اللي احنا والفلفل والحاجات دي، وهحطه في برطمان وحملاه زيت وهشيله في التلاجة. ده ينفع عندك بقى. بصوا هنا هو طلبت ان هي تجرمه من الشوك خالص، قالت لي عشان يتاكل كده ايه على الساهل. وانا جوزي بقى رحت قلت له خد انت قشر البطاطس، اكل البطاطس كلها في القشر. بس كتر خيره طبعا ان هو يعني بيساعد، والله بيساعدني في حاجات كتير، الله يبارك له يا رب. فما برضاش يكسفني بصراحه، ما بيلاقيني ملخومه وفي التصوير وفي شغل البيت ومش عارفه ايه، والله بيساعدني في حاجات كتير، الله يبارك له يا رب. فمش عيب ان الواحد يساعد مراته على فكرة في شغل البيت، وساعات هو لما الغزالة تكون رايقة كده يدخل يعمل لنا اكل تطلع في الجون. لو عمل بق فول بيبقى من ايده تحفة. ف اي حاجة بيعملها بصراحة بتبقى جميلة جدا، وساعات بيعمل لنا الرنجة مطبوخة بتبقى جميلة جدا جدا. ان شاء الله هخليه مرة هو يعملها وهصوره ان شاء الله هو بيطبخها. ف يعني ليه نفس، سبحان الله ليه نفس في الاكل جميل جدا. بس احنا الرنجة هنا يعني ما طبخناهاش، يعني حبوا ياكلوها كده من غير طبخة، كانت جميلة بصراحة، كانت عدبة وكان البطروخ فيها ما شاء الله، يعني كانت حلوة قوي. في واحد معين بنشتره منه في سوقنا، ده مش بنجيبه بصراحة. الحاجات اللي زي كده بيبقى عايزة حد معين، لان عشان بس تاكلي حاجة يعني بنفس، في بياعين بيبقوها بتبقى طرية كده وريحتها مش ظريفة. فلازم يكون الحاجات دي الفسيخ والرنجة يكون حد معين يكون مضمون. فهنا بقى حطينا التحابيش بقى والحركات بقى على البصل الاخضر والفلفل ايه بس انت. هنا كان البوتاجاز ما عملناهوش بقى بصراحة، عملناه بعد الاكل. فهم كانوا جعانين وقالت لي الحقي الدنيا بتشتي، طلعت اجري هنا الم. بصوا الشمس كانت طالعة هنا وكانت الدنيا بترخ.
سبحان الله، يعني بيبقى الجو كويس وهوب فجأة نبص نلاقوه الجو قلب والشمس طالعة والدنيا بترخ. فطوبة بصراحة في الأول كانت حلوة بس آخرها سوتنا. كان أولاد جيراننا طالعين يلعبوا مع العيال، فكان عندهم فرح بقى من كله، سرجين مملح واصحابهم وكده، فكان عندهم عيد من كله بقى. طبعا يعني في الشتاء ما بيقدروش يطلعوا في البلكونة عشان بيبقى الجو صعب جدا هنا عند حماتي. طبعا في الصيف بيبقوا هايسين في البلكونة ايام ما كنا قاعدين هنا كانوا بيبقوا هايسين في السطح وكده قبل ما نعملوه. فان شاء الله يعني ربنا يسهل كده، عايزه والله نبقى نعمله له سور، بحيث مثلا لو طلعنا فوق عملنا هنعمله ان شاء الله. ناويه اعمل معاكم اكلات فوق وهعمل معاكم حاجات جميله ان شاء الله، بس على الصيف بقى عشان يعني الجو صعب جدا جدا. لو وصلتوا معايا لحد هنا متنسونيش بالله تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. كان معاكم يوم جديد من ايام خدوجه، ويا رب السردين يكون عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا اتغدوا معانا.